بيبدأ الفيلم سنة 1969 بسرب من الطيارات الحربية التابع لكوريا الجنوبية، وبيكونوا بينفذوا مناورة تدريبية في الجو فوق المحيط. وفجأة بيجيلهم اتصال من مركز القيادة وبيطلب منهم يلغوا التدريب ويتجهوا إلى طائرة ركاب تابعة لكوريا الجنوبية، ولكنها خلفت خط سيرها ومتجهة إلى كوريا الشمالية. وبيحاول كابتن الطيارة الحربية واللي اسمه تاي إن يتواصل باللاسلكي مع كابتن طيارة الركاب، ولكن محدش بيرد عليه. فبيروح يتأكد من كاميرا القيادة بنفسه، فبيلاحظ إن الركاب خايفين وبيلاقي القبطان مش موجود وإن مساعد الطيار هو المتحكم. وبيتعرف عليه وبيكون اسمه منسو، عقيد في القوات الجوية. فبيكلمه تاي إن وبيقول له أنت كده متجه لكوريا الشمالية، لف وارجع تاني بسرعة. فبيشاور منسو براسه وبيقول له لأ. فبيستغرب تاي إن وبيحس إن في حاجة غلط بتحصل. وبتجيله مكالمة من مركز القيادة وبيقولوا له إن القائد منسو بيحاول ينشق عنهم، وإنه لازم يضرب محرك الطيارة بسرعة قبل ما تدخل كوريا الشمالية عشان يجبروها على الهبوط، وإن ده أمر حربي ولازم يتنفذ. فبيقول لهم تاي إن في حاجة غلط بتحصل وإن ممكن تكون الطيارة بتتعرض للاختطاف، وإنه لو ضرب المحرك الطيارة ممكن تولع والركاب يموتوا. وبيرفض ينفذ الأمر الحربي، وفعلا بتدخل الطيارة لحدود كوريا الشمالية. وبيرجع الكابتن تاي إن والمساعد بتاعه على مركز القيادة، وبتكون الدنيا مقلوبة في كوريا الجنوبية بسبب اختطاف 51 شخص إلى كوريا الشمالية. وبيلوم القائد الكابتن تاي إن وبيقول له أنت عارف إن الرئيس بنفسه بيكلمني كل دقيقتين عشان يعرف إزاي ده حصل، وإنهم ما استقبلوش أي رسائل اختطاف من الطيارة. وبيسأله هو ليه ما ضربش نار على المحرك. فبيقول له تاي إنه كان خايف إن المختطف يعمل حاجة في الطيار أو إن الطيارة تولع والركاب يموتوا، وإن مينسو كان بيتصرف بطريقة غريبة، وإن عمره ما هينشق عنهم ويروح بنفسه لكوريا الشمالية. فبيلوموا القائد على اللي حصل وبيقول له إن 51 أسرة من أهالي المختطفين هيعانوا بسبب قراره الإنساني التافه ده، وإنه متحول للتحقيق، وإنه موقوف شهر عن العمل، وبيطردهم من مكتبه. فبيرجع تاي إن ومراته على بيت مينسو، فبيلاقي الناس كاتبين على باب بيته إنه الشيوعي خاين. فبيجيب دهان وبيمسح الكلام، وبيتكلم مع مرات مينسو وبيطمنها وبيقول لها إنه هيرجع بالسلامة. فبتشكره إنه ما ضربش الطيارة وموت جوزها. وبتبدأ المفاوضات مع كوريا الشمالية للإفراج عن ركاب الطيارة، وإنها هتبعتهم للمنطقة الكورية منزوعة السلاح، بس مش هيرجعوا لبيوتهم إلا بعد ما يتحقق معاهم. وبيكون تاي إن واقف مستني منسو لكنه ما بيلاقيهوش. فبيسأل الضابط المسؤول، فبيقول له إن اللي رجعوا 39 واحد بس، وإن ال11 الباقيين واللي منهم الاتنين الطيارين لسه ما رجعوش، وإن الشيوعيين رفضوا تسليمهم، وإنه مش عارف مصيرهم إيه. فبيزعل تاي إن وبيفتكر كلام القائد بتاعه لما قال له إن أهالي المختطفين هيعانوا بسبب قراره ده. وبتنتشر الأخبار في كوريا الجنوبية إن 11 فرد تم عزلهم عن باقي الركاب وحبسهم في كوريا الشمالية بسبب مهاراتهم الخاصة، وإنهم مش عارفين مصيرهم، وإن كوريا الشمالية عرضت 2 مليون دولار على الخاطف عشان ينفذ أعمال إرهابية ضد الجنوب. وبعد مرور سنة من الحادث بنشوف طيارة ركاب وهي بتهبط في مطار سوكوتشو، وبيقول ضابط الطيارة للمضيفة واللي اسمها أوكسون إن اللي هناك ده يبقى تاي إن اللي عصى أمر حرب السنة اللي فاتت وساب الطيارة تنشق لكوريا الشمالية، وإنه بقى شخص منبوذ، وإنهم عاجبوه وخلوه مساعد طيار مدني. وبيتكلم قبطان الطيارة مع المساعد تاي إن وبيسأله أنت ليه ما ضربتش نار على الطيارة اللي اتخطفت، وإنه عارف إن مينسو كان رئيسه، وإنه عايز يعرف إذا كان يقدر يستأمنه على أرواح ركاب الطيارة ولا لأ. فبيقول له تاي إنه اتوتر لما شاف ركاب الطيارة وهم خايفين، وإن مينسو كان باين عليه إنه مش عايز يعرض الركاب للخطر. فبيقول له القبطان إنه فشل كطيار حربي ولكنه نجح كطيار مدني، لأنه خد القرار المنطقي في الوقت المناسب وإنه قدر ينقذ الناس. وبيبدأ الركاب يركبوا الطيارة عشان تبدأ الرحلة الجديدة المتجهة إلى سول عاصمة كوريا الجنوبية. وبتتحرك الطيارة وبيربط الناس حزام الأمان، وبيكون في شاب اسمه يونج داي وعنده 22 سنة قاعد جنب ست عجوزة. فبتسأله انت ليه مسافر لوحدك؟ فبيقول لها انه رايح يعيش مع اخوه الكبير بعد ما في مرة رجع من بره القرية ولقى امه ميتة من الجوع، وانه حرق جثتها بايده. فبتزعل علشانه وبتواسيه. وبيقفل الضابط الباب على الطيارين وبيقول له القبطان للمساعد تاي إن انه هيدوله الفرصة عشان يهبط بنفسه النهاردة، وانه هيحط حياته بين ايديه. بعدها بيبدأ يونج داي يفتح كرتونة فيها علب صفيح، ولكن بيتضح إنها متفجرات يدوية. فبيحط قنبلة على باب مكسورة القيادة، وبيرمي واحدة تانية في نص الطيارة على الضابط. فبتنفجر القنبلة وبتعمل فتحة في أرضية الطيارة، وبتنفجر القنبلة التانية اللي على الباب وبتشغل جهاز الإنذار، وبتعور القبطان في عينه، فبيفقد القدرة على القيادة. وبتبدأ الطيارة في السقوط،
وبتلف في الجو بشكل عشوائي، وبيكون الطيارين مش عارفين يسيطروا عليها، وبيفقدوا التحكم في الارتفاع. ولكن الطيارين بيشغلوا الطاقة القصوى عشان يرفعوا الطيارة لفوق قبل ما تصطدم بالجبال، وبيقدر تاي إن يمنعها من السقوط في اللحظة الأخيرة، وبيطمن على مستوى الالتفاف وعداد البنزين، ولكنه مش عارف إيه اللي انفجر في الطيارة. وبيلاقي الركاب مغمى عليهم، وبيروح يونج داي لكابينة القيادة وفي إيده قنبلة، وبيهدد الطيارين وبيقول لهم ينفذوا أوامره ويتجهوا بالطيارة لكوريا الشمالية وإلا هيموت الركاب. فبيقول له تاي إن في قنبلة انفجرت في الطيارة وإنه لازم يفحص حالة الطيارة الأول قبل ما يغير اتجاهها. فبيروح يفحص الطيارة وبيحاول يسد الفتحة اللي عملتها القنبلة، وبيطلب من المضيفة أوكسون تجيب له شبكة عشان يقفل الفتحة. وبيروح يفحص الضابط فبيلاقيه مغمى عليه والمسدس مش معاه، فبيحاول يفوقه، ولكنه بيلاحظ إن واحد من الركاب متعور وبينزف. فبيطلب من المضيفة تجيب له شنطة الإسعافات الأولية، وبيحاول يسعف الراكب وبيشيل شظايا القنبلة من جسمه. وبيرجع يونج داي للركاب وبيهددهم بالقنبلة اللي في إيده، وبيقول لهم يوطوا راسهم لو مش عايزين يموتوا، وإن الطيارة دلوقتي متجهة لكوريا الشمالية. فبينخض الركاب لما بيعرفوا. وفي نفس الوقت بيحاول القبطان يبعت إشارة استغاثة لمركز القيادة ويعرفهم إن الطيارة اتخطفت، ولكن يونج داي بيلحقه بسرعة وبيكسر اللاسلكي، وبيهددوا إنه هيفجروا لو استخدم اللاسلكي تاني، وبيأمرهم يتحركوا في اتجاه الشمال بطول الساحل. وبيطلب تاي إن من المضيفة تعالج عين القبطان. فبيسأل القبطان الخاطف وبيقول له انت ليه مصمم تروح كوريا الشمالية؟ فبيقول له ان العيشة هناك احسن من الجنوب، وان اخوه هناك من ايام الحرب الكورية، وانه بقى ضابط وبطل قومي بعد ما خطف الطيارة السنة اللي فاتت، وانه هياخد 2 مليون دولار مقابل خطف الطيارة. وفي نفس الوقت بيكون في راجل عجوز من الركاب كان ضابط سابق في الحرب الكورية، وبيتفق مع واحد تاني من الركاب انهم ينطوا على يونج داي ويوقعوه على الارض. وبيلاحظ يونج داي ان الضابط بدأ يفوق من الغيبوبة، فبيجيب حبل وبيطلب من واحد من الركاب انه يكتفه. وبتدخل الطيارة في مطبات هوائية، فبينط الضابط العجوز على يونج داي وبيحاول يمسك السكينة من ايده، ولكن الراجل التاني بيخاف يتدخل وبيفضل مكانه. فبيفضلوا يتخانقوا مع بعض هما الاتنين، وبينزل الضابط العجوز ضرب فيه وبيحاول يكتفه، ولكن يونج داي بيطلع المسدس وبيهدده بيه، وبيضربه بالمسدس على دماغه، وبيخليه يركع على ركبته، وبيضربه بالسكينة في رجله عقابا ليه على اللي عمله. وبيتدخل تاي إن وبيقول له يونج داي عشان خاطر ما تأذيش الركاب، وإن خلاص قربنا نوصل لكوريا الشمالية. وبتروح المضيفة تعالج الضابط العجوز، وبيروح تاي إن يكسر عداد الوقود، وبيطلب القبطان من الركاب إتلاف بطايقهم بسرعة قبل ما يدخلوا كوريا الشمالية، لأن هناك هياخدوا منهم الناس المهمين زي الضباط والمهندسين وموظفين الحكومة. وفي نفس الوقت بيفوق ضابط الطيارة وبيطلب من المضيفة إنها تحاول تساعده وتفك الحبل. وفي نفس الوقت بيفتكر يونج داي اللي حصل له وبيرجع بالزمن لورا لما جت قوة من الشرطة تفتش بيتهم، واتهموه إنه لسه على تواصل مع أخوه في كوريا الشمالية، وبيحطوا له منشورات شيوعية في الكتب بتاعته، وبيتهموه إنه مناصر للشيوعية وبيضربوه. فبيقول لهم حرام عليكم انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ لكنهم بيقبضوا عليه قدام أمه اللي بتكون حزينة جدا ومقهورة عليه. وبعدها بفترة بيطلع من السجن وبيرجع البيت يدور على أمه، فبيلاقيها ميتة بقالها فترة وجثتها عفنت، فبيحزن عليها جدا وبيحرق جثتها بنفسه. وبنرجع تاني للوقت الحالي، وبيقول تاي إن ليونج داي إن البنزين قرب يخلص وإنهم لازم يهبطوا بالطيارة دلوقتي. فبيضرب يونج داي القبطان في عينه التانية وبيقول له ما تحاولش تخدعني، ولكن تاي إن بيقول له إن العداد فعلا بقى صفر، وبيشاور له على العداد اللي كسره من شوية، وبيقول له إن إحنا دلوقتي في كوريا الشمالية، وبيبدأ ينزل بالطيارة فعلا. ولكن يونج داي بيبص من الشباك وبيعرف إنهم لسه في كوريا الجنوبية، فبيغضب وبيفتح الفتيل بتاع قنبلة وبيخلي طالب صغير يمسكها بإيده، وبيقول له امسكها كويس لأنك لو سبتها هتنفجر فيك. وبياخده معاه عشان يهدد الطيارين، وبيقول لهم اطلعوا تاني بالطيارة بسرعة يا إما أضرب الطالب ده بالنار قدامكم وهخلي القنبلة تنفجر فيكم عشان انتوا بتحاولوا تخدعوني. فبيخاف تاي إن على الطالب الصغير وبيلغي الهبوط وبيطلع تاني بالطيارة. فبيضربوا يونج داي بالنار في رجله عقابا ليه على اللي عمله، وبيقول له الطلقة الجاية في دماغك. فبيزعله القبطان وبيقول له إن عينه مشوشة وإنه مش شايف حاجة، وإنه تاي إن لو حصل له حاجة هيموتوا كلهم. وبتوصل القوات الجوية لكوريا الجنوبية وبتكلم الطيارين على اللاسلكي، وبتقول لهم إنهم في منطقة الحظر الجوي وإنهم لازم يلفوا بالطيارة ويرجعوا تاني. ولكن تاي إن ما بيعرفش يرد على اللاسلكي عشان يونج داي ما يشوفوش، فبتضرب القوات الجوية نار في الجو عشان تهدد الطيارين لما ما بتلاقيش منهم استجابة. فبيقول تاي إن ليونج داي إن الطيارات الحربية هيفجروا محرك الطيارة عشان يجبروهم على الهبوط، فبيقول له سيبك منهم وخش على كوريا الشمالية.
ولما بيمشي بيتكلم طاي ان في اللاسلكي وبيقول لهم ما تضربوش نار على الطيارة وان هم مخطوفين. فبيقول له قائد السرب الجوي ان الموضوع خطير وان القوات الجوية لكوريا الشمالية جاية في الطريق وان عندهم اوامر بالاشتباك وان ممكن تحصل حرب. فبيحاول طاي ان ينور بالطيارة ويلف بيها بسرعة قبل ما القوات الجوية تضرب محرك الطيارة، وبيفرغ خزان البنزين عشان يشوش الرؤية على الطيارة الحربية وما تعرفش تضربه. فبيقول له قائد السرب انه جاله امر باطلاق صاروخ على الطيارة لو ما هبطتش حالا. وبيكون طاي ان محتار يعمل ايه ما بين الخاطف اللي بيهدده بالمسدس والقنابل والقوات الجوية اللي هتضربه بصاروخ ومقاتلات كوريا الشمالية اللي جاية في الطريق ومش فاضل غير 5 ميل على حدود كوريا الشمالية. فبينفذ طاي ان مناورة حربية كان متعلمها في الطيران الحربي، وبيطلع بالطيارة لفوق بأقصى سرعة وبيلف بالطيارة عكس الاتجاه وهي مقلوبة قبل ما يدخل حدود كوريا الشمالية. فبيقع يونج داي وهو بيحاول يضرب نار على طاي ان لأنه مش رابط حزام الأمان وبيقع منه المسدس. فبيروح طاي ان بسرعة يتخانق مع يونج داي اللي بيطلع سكينة وبيحاول يضربه بيها، وبيلاقي واحد من ركاب المسدس فبياخده وبيروح يفك ضابط الطيارة اللي بياخد المسدس وبيضرب يونج داي بالنار في بطنه. ولكن يونج داي بيطلع قنبلة وبيشد منها الفتيل وبيهددهم بيها، ولكنه بعدها بينزف جامد فبيقع على الأرض. وبيجري طاي ان على القنبلة وبيحاول يغطيها ولكنها بتنفجر فيه وبتقطع ايده وبينزف بعدها جامد. فبيساعدوه الركاب وبيربطوا ايده عشان يوقفوا النزيف، وبيروح الضابط يدور على دبوس الامان عشان يبطل مفعول القنبله اللي في ايد الطالب قبل ما تنفجر. وبيروح طاي ان يساعد القبطان عشان يهبطوا بالطياره لانه مش شايف حاجه بعينه، ولكنهم بيلاقوا مشكله في العجلات ومش عايزه تفتح. فبيطلب طاي ان من الركاب يربطوا مفتاح العجلات اليدوي بالحبل ويحاولوا يشدوه لحد ما بيفتح معاهم فعلا. وبيخفف طاي ان من سرعه الطياره استعدادا للهبوط الاضطراري على الشاطئ. ولكن فجأة بتقف محركات الطيارة بسبب نفاذ الوقود وبتتحرك بالسرعة الذاتية، وبيكون طاي ان تعبان جدا وبيغمى عليه من شدة النزيف، ولكنه بيجي على نفسه لحد ما بيهبط فعلا على الشاطئ بسلام. فبينزل ركاب الطيارة على الشاطئ وبتروح المضيفة تطمن الطيارين وبتقول لهم ان ال59 راكب كلهم بخير، لكنها بتلاقي طاي ان مات من شدة النزيف. فبتبكي عليه وبيبكي القبطان وبيقول له ألف مبروك يا صديقي على هبوطك الناجح، ولولاك كنا كلنا ميتين. وبنعرف إنها كانت قصة حقيقية وإن كل ركاب الطيارة نجوا من الموت ما عدا الخاطف يونج داي ومساعد الطيار طاي إن اللي رمى بنفسه على القنبلة عشان ينقذ الركاب. وفي نفس الوقت مرجعش ال11 راكب وطاقم الطيارة الأولى اللي خطفتهم كوريا الشمالية. وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك لقناة كبسولة أفلام عشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام. وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.